تخيل تبقى ماشي في حالك وفجأة تلاقي نفسك متهم في قضية مخدرات أو سلاح، ومش بس كده تكتشف إن كل حاجة متفبركة من أولها لآخرها. اللي محدش يعرفه إن في بعض الضباط ممكن يقبضوا على شخص ويخزنوه جوه القسم كام يوم من غير أي تهمة واضحة، وكمان بياخدوا كل الكاميرات أو الهاردات بتاعة الكاميرات من المكان علشان محدش يقدر يثبت مكان ولا حالة الضبط ولا يثبت عكس كلام الضابط، وبعدها يطلعوا إذن نيابة ويكتبوا محضر ضبط على مزاجهم ويتعرض كأنه متلبس. هنا بقى دور أهله بيكون حياة أو موت، لازم يجروا فورا ويلجأوا لمحامي، يبعتوا فاكس أو تلغراف لوزير الداخلية أو للنائب العام، وكمان يبلغوا النجدة أو حتى الإسعاف، ويقولوا إن في ناس انتحلت صفة رجال المباحث وخدوا ابنهم، وإن ابنهم دلوقتي موجود في القسم مغمى عليه وفي حالة مرضية، أو يروحوا يحرروا شكوى في النيابة العامة وكمان يتسألوا فيها ويثبتوا إن ابنهم موجود دلوقتي في القسم بدون وجه حق، علشان يكون في مستند رسمي قبل ما يتعمل محضر ويتقدم للنيابة أو حتى للمحكمة، وده اللي ممكن يحميه من تهمة ملفقة ممكن تضيع مستقبله. والأخطر من كده إن في لعبة قذرة بتتعامل بيها قضايا المخدرات. الضابط بيستهدف واحد لسه خارج من السجن، يسيبه أسبوع أو 2 ويرجع يجيبه تاني ويعمل له محضر، والمحكمة هنا بتبص لتاريخه وصحيفة ثوابه، وبكده بقى التهمة تبان منطقية حتى لو كلها ملفقة. وطبعا مش كل الضباط بتعمل كده، بالعكس في ضباط محترمين بيلتزموا بالقانون وكمان بالعدالة، لكن الضابط اللي بيعمل كده لازم يفهم حاجة مهمة: الدولة ما طلبتش منك تلفق قضايا ولا تبان انك شغال بالقضايا والضبطيات والترقيات. الدولة طلبت منك حاجة واحدة، انك تنفذ القانون وكمان تلتزم بقانون الإجراءات الجنائية وتحترم الدستور. غير كده انت بتظلم ناس كتير وبتدمر مستقبل أسر وبتظلم بلد وكمان بتظلم نفسك، وفي الآخر انت اللي هتتحاسب قدام ربنا. وكمان لو ثبت عليك انك بتظلم او بتلفق ممكن تخسر شغلك. واحنا دلوقتي قدام قنبله بتفجر ثقه الناس في العداله، ولازم كلنا نعرف العداله مش مجرد قانون مكتوب، العداله هي ان ما يتلفقش لحد اي تهمه يضيع عمره كله بسببها. واحنا في صوت الحق دورنا نكشف ونوعي، وانت دورك تعرف حقك وتلتزم بالقانون.